السلام عليكم سيد الرئيس. بعد 25 سنة غربة خممت باش نحل حاجة في بلادي وفي حومتي في الحومة الشعبية، وكونه بيع ملابس جاهزة. بما اني نعيش في ميلانو، ميلانو بلاد لامود، مشيت انا ومرايتي ومشينا تقضينا واخذنا شوية دبش وريقلنا امورنا معناتها باش نقصدوا ربي ونروحوا. فهمتني؟ عملنا خويا الباتيندا، عملنا كل شيء، ريقلنا امورنا، سجل تجاري وامورنا في النوار. نهار اللي هبطت نهار 25 ديسمبر 2014 لتونس، والبط وصل الخمسة ونص متاع العشية. الخمسة ونص متاع العشية سيد رئيس أنا خرجت الخمسة ونص متاع الصباح، أنا ومرتي وولدي وبنتي اللي عمارهم معناتها تتراوح بين 5 و4 سنين. قعدوا 12 ساعة 12 ساعة محجوزين في الديوانة لغاية التفتيش، وما كملوا ولا ما غزوا ولا ما عملوا كل شيء. يعني وقت اللي كلمت الديواني قلت له انا معناتها وصلنا لتونس خلي يمشيوا لدار ماماتهم، وبما فيها اليوم عيد ميلاد بنتي نهار 25 عيد ميلاد بنتي، معناتها ماهوش معقول حبيتوا كل تعديه مع ماماتها مش تعديه في قفص معناتها بتاع تفتيش وبتاع تلويش دقيق وتقولش علينا. وانا ماني ما هبط شيء، شويه صبابط بتاع صغار وشويه صبابط بتاع نساء وشويه سبيدريت للولاد، ماهمش كنينتين اللي نتنوا ساقين، لكن حويجه باهيه. بما اني انا نعيش في ميلانو 25 سنه، ايش باش نجيب انا من ميلانو سيد الرئيس؟ حبيت نحل حاجه، حبيت نذوقهم حاجه من اللي نعيش فيها وما يندمونيش على اللي عملته. علاش؟ على خاطر دبش الكل تفك، دبش الكل تفك، وزادوا خطاوني ب 13 مليون و200. يعني تفك لي دبشي، تفك لي راس مالي، معناتها تفك لي معناتها رزقي، وتزيد تخطيني ب 13 مليون و200. معناتها باسم هذا، باسم شكون؟ باسم القانون. باسم القانون مش معقول سيد الرئيس، مش معقول باسم القانون معناتها يصير وين العداله الانتقاليه والثوره، واللي يكلموا على الثوره يولي الثوره تحكي على الثوره تشبيك مهبول. قالوا لي انت توا هذا كلام باش تهبلوني انا قاعد هكا في بياسه ونحكي حالتي حليله. علاش انا نروح لبلادي بعد 25 سنه باش نعمل حاجه انا ومرتي اجنبيه وزوز ولاد يصير فيا المسخ يصير فيا، وانا عديتهم جمعتين وانا نجري ونجري من بوزيان اللافايات واحكي مع المدير هذا واحكي مع المدير الاخر، واللي يتكلموا يجبد لك مذكره واللي يتكلموا يجبد لك ورقه ويقول لك انا ما عندي حتى دخل. قانون، طبقوا في القانون، هذا مش قانون عادل بالنسبه لي، انا مش قانون عادل. وتشجعوا فينا تتغروا بينا مواطن بالخارج ويجوا يستثمروا ويجوا يعملوا ويجوا قدوا ويجوا كذا. يعني جيت ما زلت ما عملت حتى شيء، تكوت في 50 مليون انا عليه ما بين سلعه وخطيه. جيت على جماعتين، جيت اسعد انسان في الدنيا مروح لتونس والعداله الانتقاليه والحريه. معناتها ما تعديتش على الحريه، انا نعرف منطق الحريه. فهمتني؟ انا 25 سنه عايش في بلاد الحريه. فهمتني؟ انا معناتها طير الحر، يعني على خاطر الحريه عايش لهنا. بانها تبدلت بلادي وثم ثوره وماتت عباد. تي ماتت عباد، علاش ماتت عباد؟ على خاطر تفكت لها سلعه وتفكت لها كذا وحرق روح. تي الحمد لله يا ربي، واحد جاي عاقل ويعرف يربي ويعرف هذيك حاجه ربي. اي شنو معناتها؟ سينو انا معناتها نهارتها هكا وتفك لي دبش وتفك لي كذا هكا هونا، ما هذا معقول؟ مازال فكان ومازال غزال. فهمتني؟ من بعد ما خلصت الخطيه فهمتني 13 مليون و200 قال لي قلت له دبشي ومتاعي باش نهزهم، قال لي لا مصحح علي هذاك اللي فات الاداره، وهذاك مشى زيزي. قال مشى زيزي ومعناتها انا روحت الخمسة ونص متاع العشيه نهار 25، نخرج الخمسة ونص متاع الصباح سيد الرئيس، الخمسة ونص متاع الصباح، ومن غير لا كرهبه من غير لا دبش من غير حتى شيء. معناتها حتى اللي يستنى فيها روح 5 ونص متاع الصباح. انا ومرتي وولادي راقدين في الكرهبه، هبطتهم على خاطر يلزمها تقعد على ذمه الديوانه لحتىش اللي انا نخلص 13 مليون و200 باش نجم نخرج كرهبه. دي صار فيا المسخ، صار فيا دي انا مولود في بير الحجار ولا مولود في كندهار سيد الرئيس؟ تي ولد تونس انا، تي وجاي وفرحان. شنو يحبوا يكرهونا فيها تو البلاد حتى من بعد الثوره ومن بعد كذا؟ ماهوش معقول، راهو اللي صار لي الكل ماهوش معقول، ماهوش معقول، ماهوش معقول. معناتها انا معناتها جاي من لاني نحب، لاني جاي بمسكك براس مخبيهم ولا حتى شيء، جايبهم في كراذنهم مريقلين، وجاي معناتها كل بنيتي باش نخلص الديوانه وباش نخلص كل شيء. انا حال امور قانونيه يا اخي. اقسم معاي انت، ما هو كدوله ما عادش ياخذ 5 و6% و9%، خذ انت 50% ولا 50% من ربحي. خلينا نخدموا على رواحنا، خلينا ندوروا العجله، خلينا ندوروا. دي لا متى باش نقعدوا اسفل السافلين؟ دي شنو كل حاجه جيبوها هكا الفم بطاقه؟ عليه هكا عباد طلعت القمره وعباد عملت وعباد كذا؟ عليه هكا يا رسول الله؟ عليه واحد باش تهبلوها عليه؟ ياك انا يا خويا ما نطلبكم حتى شيء، نطلبكم تنظروا لنا في القوانين هذيا. مش معقول تفك لي نتاعي الكل، رزق الكل اللي جبته تفكه لي وزيد تقول لي باش نخليك 13 مليون و200. فهمتني؟ ما تربي فيا على شنو تربي فيا انت؟ هذه انت رجعتني 20 سنه لتالي. عليه يا اللي يعقل هذا في تونس من بعد العداله الانتقاليه ومن بعد الثوره ومن بعد كذا شنو نتمنيكوا على بعضنا توا، نتمنيكوا على بعض. ما عادش تقولوا لنا جيو اقعدوا غاديك
تشردوا وين كنتم متشردين، اقعدوا وين كنتوا هايمين، فهمتني؟ وما تجيونيش، ما حشناش بيكم. الديواني نعمل له راهو عندي 25 سنه ما جيتش الله غالب، ما نعرفش القانون مانيش متجاهل، ولكن ما قال لي جيبني بيك انا جاي 25 سنه ولا تقعد حتى 100 سنه. قانون نطبق فيه، وكتطبيق القانون معناتها ما ثماش الروح الرياضيه كل يلا غالب والله اني شفت ما تعرفش وكذا، فهمتني؟ لا يزيد ينزل عليك ويزيد يغشك، يحب يستفزك معناتها قدام مرتك قدام ولادك. انا كيفاش ولادي صغار 5 و4 سنين، ابارخت انا من عيد ميلادي، انا بنتي ليلتها 25 مولوده، خرجت من الديوانه نهار 26 الصباح. كيفاش تشد لي مراه وبنيه وصغير وزوز صغار معناتها 12 ساعه؟ انا جاي على جماعتين نعدي 12 ساعه في الديوانه، دي كان باش تفك لي بالوقت وقول لي برا امشي يا خويا روح على روحك، فهمتني؟ ماهوش معقول الشيء اللي صاير فينا، ماهوش معقول. انا عندي 100,000 واحد ورايا لهنا، 100,000 واحد يحب يهبط يحب يعمل مشروع. يا اخي انتم شادين لي في رؤوس الاموال رؤوس الاموال رؤوس المال، تبداو بالجيش التونسي اللي عندكم معناتها متفرق في العالم اجمع، فهمتني؟ خلينا نرجعوا كل واحد بنسيب مكتب، يعني رجعت انا تكوت في 50 مليون، انا شكون باش يرجعهم لي؟ عليه؟ انا كان ما دفعتش الخطيه ما نجمش نرجع، انا لهنا نخدم انسان نخدم بوستاجي، انا توا قاعد نخدم على روحي، انا قاعد نخدم على روحي. عليه هكا خويا مش معقول، مش معقول حتى طرف سيد الرئيس. اللي قاعد صاير فينا ماهوش معقول حتى طرف، وان شاء الله معناتها اذا كان ثم حق ان شاء الله يتنصر، وان شاء الله ربي يظهر الحق، فهمتني؟ على خاطر اذا كان باش نواصلوا هكا ما حتى حد ما يهبط وحتى حد ما يعمل حاجه، فهمتني؟ معناتها والله باش نحكي لك، والله الحديث مع اللي ما يفهمك زيد، لكن انت انسان معناتها يضر لي تفهم، وانا سمعت الخطاب نتاعك مازلت كي كملت سمعته توا في الراديو، فهمتني؟ معناتها شيء يتفق الخير، شيء معناتها كلي انت بوت توانسه الكل. فلذا يا خويا نصرنا نحي علينا حكايه الفكان وهالغوره وكذا، راهي العباد ما عادش تحب تجيب حتى مساك بوراس غاديك، على خاطر عارف انتو اللي باش تفكلها. توا انا مثلا بالنسبه للاصحاب لهنا وبالنسبه لكذا بوهال بوهالي انت مهبط لهم هكاك يا اخي، ما تعرفهمش يفكوا، ما تعرفهمش يخطوا، ما تعرفهمش يشويوا. الى متى بتقعدوا تشويوا فينا؟ الى متى؟ الى متى؟ انا برجوليه تونسي وتونسي حر، ونكلم فيك من تحت الرايه هذه، هاي في بلاد الحريه والماضى بلادي تولي كل البلاد هذه، وخير من البلاد هذه اللي عايش فيها، باش نجم انا نرجع لها وباش نجم نعيش فيها بكرامه، على خاطر عييت طبت من الغربه، نحب نرجع يا اخي لبلادي، نحب نعمل حمامي، نحب نعمل صحفه اللبلاب نتاعي، نحب نمشي نزور بابا، نحب معناتها نقعد بحض امي نحكي معاها. شنيا يا خويا؟ شنيا يا خويا؟ هججتونا وما زلتم هجينا، الى متى؟ الى متى؟ وكان ثم حق يظهر وبرجوليه معناتها ما يغلبك اللي يقول لك اعطيني نتاعي، يزينا من كان خصيمك الحاكم شكون باش تخاصم وكل روايق الفارغ، نحيونا منه، يزينا رانا طبنا، فهمتني؟ خلينا نعيشوا معاكم، خلينا نعيشوا معاكم برجوليه. والسلام عليكم. ويحيى الشعب التونسي، يحيى الشعب التونسي. علاش يحيى الشعب التونسي؟ على خاطرك يحيى الشعب التونسي، تحيا تونس، فهمتني؟ تحيا تونس. السلام عليكم.